اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا احسن متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا مناسبة حلوة كده، النهارده عيد ميلاد جوزي، وقلنا لازم نفرحه كده ونعمل له حاجة حلوة. قلنا نعمل ايه؟ قلنا احنا لازم نعمل له تورتايه في البيت. التورتايه بقى، المقادير التورتايه ايه؟ حطينا 4 بيضات، ماشي، بدرجة حرارة الغرفة كده، ورحنا جايين حاطين عليها حبة ملح. حبة الملح دول اللي بدوني بيخلوا البيض يعمل فوم كده. وحطينا كمان ذرة فانيليا ومعلقة خل. ماشي، دي الحاجات اللي انا حطيتها على البيض وانا بضربه. ورجعنا حطينا كوباية ونص من السكر. الكوباية ونص من السكر دول بحطهم على مراحل، مش بحطهم مرة واحدة، لا بحطهم على كام كده، ايه، كام مرحلة كده، على اساس تطلع معايا رغوة حلوة كده، والقوام بتاعها يتقل ويبقى جميل. معايا كوبايه من الزيت، بس اهم حاجه اختار الزيت اللي يكون ريحته حلوه، والماركه بتاعته تكون كويسه. ماشي. فروحنا جايين حاطين كده الزيت برضو حطيناه على مرتين 3 كده. اهم حاجه انت تنزلي الحاجات دي عشان الهوا دوت مطلوب. حطيت كده كوبايه من الزيت برضو حطيتها على مرتين. كوبايه من اللبن حطيتها على مرتين، بس اللبن بتاعنا يكون ايه؟ يكون دافي. ومعايا كوبايتين من الدقيق، من جيل ابيض. وحطينا معايا كمان كيس من البيكنج باودر. كيس من البيكنج باودر دوت معدل 60 جرام. ومعايا معلقه من النشا، معلقه هرميه. ورحنا نازلين بالمكونات كلها كده، ونروح مقلبينها لغايه ما تبقى بالقوام الجميل دوت. حطينا كده معلقه من الزيت، دهنا الصينيه كده بالشكل الجميل ده. اي صينيه عندك تحط فيها. وادي القوام بتاعنا، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، ادي القوام بتاعنا. دي المقادير اللي احنا ماشيين عليها. لو مشيتي على المقادير ديت هتطلع معاكي احلى كيكايه. دلوقتي الفرن بتاعي مولع بقاله 10 دقايق. هندخله كده على درجة حرارة 200 في الرف الأوسط. وعملنا نفس المقادير اللي احنا عملناها، بس شلنا معلقتين دقيق من الكوبايتين وحطينا عليهم معلقتين من الكاكاو. ورحنا حطينهم في صينية تانية اهي. ماشي، يبقى احنا معانا كده كيكتين: كيكة بالفانيليا وكيكة بالشوكولاتة. حطيناهم في الفرن وطلعوا معانا بالشكل القمر ده. ايه رأيكم فيها؟ هنفتح الصواني ونطلع الكيكات معانا كده اهوت. شايفين يا جماعة؟ ايه رأيكم فيها؟ اسفنجية جدا 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 وجميلة. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الكريم جانتيه. معايا كوباية متلجة جدا جدا جدا. ونروح جايين حاطين عليها بودرة الكريم جانتيه على على كوباية المية المتلجة. بنفس المعيار بتاع الكوباية اللي عايرنا بالمية، هو نفس المعيار اللي عايرت بيه ايه؟ البودرة بتاعت الكريم جانتيه. كريم الجانتيه دوت معايا غير محلى، ماشي، مش عليه سكر عشان هو دوت خام. رحنا جايين حاطين عليه كمان نص كوباية من السكر كده يا جماعة. ونزلنا بالمضرب كده، ندنتنا نضرب فيه لغاية ما يعمل معايا نفس الايه، الشكل الجميل ده اهو. بسم الله ما شاء الله، كان قوامها جميل جدا جدا جدا. هنحطها في الفريزر لغاية ما نشوف هنعمل ايه تاني. لازم تتحط في الفريزر او تتحط في التلاجة، مش تتساب بره. معايا دلوقتي شوكولاته خام اهي. ورحت حط عليها معلقتين من اللبن، وحطيت عليها كمان حته من الزبده، مكعب زبده يعني. ونروح جايين حاطينها على النار تفك معايا كده، ونوطي عليها النار على ما نقطع الكيكه بتاعتي. بالمناسبه الكيكه بتاعتي ما تقطعش لو هي بارده او بايته، لكن احنا طبعا مش عندنا وقت ان احنا نبيتها. عملناها في نفس اليوم واستنيت لما تبرد خالص. ورحنا جايين دلوقتي ايه، اسمنها كده اهو بالشكل الجميل ده. كنا ناخد منها نتيجة احلى لو هي طبعا ايه بايتة، لكن احنا دلوقتي عملناها في نفس اليوم، بس استنينا لما تبرد خالص. يعني انا استنيت عليها بالظبط ساعة لما بردت خالص. ماشي، على ما خلصت المكونات بتاعتي وعملت الحاجة كانت بردت. وكنا قسمناها، عملنا الفانيليا عملناها نصين، والشوكولاته عملناها نصين. ومعايا دلوقتي كوبايه من اللبن عليها معلقه سكر. ورحنا جايين نسقي بيها الكيكه بتاعتنا كده.
مش عندك لبن حطي ميه بسكر، حطي شربات تقيل، حطي عسل، المهم ان انت تسقيها باي حاجه. ومعايا شوكولاته كده نزلنا بيها، ورحنا حاطين برضو الكريم جانتيه اهو بالشكل الجميل دوت. ورحنا جايين حاطين الطبقه التانية. خلاص برضو بسقسق باللبن كده، ونحط الكريمه كده معايا اهو. شايفين؟ حاطين بقى الكريمه كده، ونروح برضو حاطينها اهو. وروح جايبين الطبقة، نجيب الطبقة التالتة ماشي اهو ماشي. وروح حاطين حبة من الشوكولاتة اهيت. الشوكولاتة بتاعتنا كانت جميلة خالص يا جماعة، وكان نوعها جميل قوي اهو. طبعا اي نوع انت تستخدميه بقى انت هاتي. رحنا جايين برضو نفس اللي عملناه في الطبقتين الاولانيين هو نعمله في الطبقة التالتة بالشكل الجميل دوت اهو. عايزاكم بقى لو وصلتوا معايا لغايه هنا تقولوا لي كل سنه وانتم طيبين، وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو بتاعنا كده، وتحطوا لي احلى لايك وسبسكرايب، وشجعوني كده يا جماعه عشان عايزه الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. ويا ريت تبعتوه كده لاصحابكم وحبايبكم عشان يشاركوا معانا الفيديو القمر ده ماشي. عملنا كده كده بقى نقدر ان احنا نقول عليها تورتويه. انتوا معايا في الحته دي ولا لا؟ ما نقولش بقى عليها كيكه خالص، احنا دلوقتي في الوقت ده نقول عليها بدايه التورتويه ماشي. حطينا كده الكريمه يا جماعه، ومعايا السكينه اللي هي المشرشطه اللي قطعنا بيها، جزقناها من فوق كده بقلب بالشرشطه بتاعت السكينة. وبنحط بقى الشوكولاتة السايحة بتاعتنا، وبندنا نحط فيها كده، نسوي بيها كده هوت. وبنشكل بقى التورتايه بتاعتنا. ادي معايا الشوكولاتة، ومعايا طبعا كيس كده عادي حطينا فيه، وجبنا القمع بتاعنا اهو بتاع كيس الحلواني. وبدأنا ان احنا نشكل الكيكايه بتاعتنا من فوق، او التورتايه بتاعتنا من فوق. ومعايا الشوكولاتة السايحة حطيناها كمان، وندنا نشكل بيها كده بقى يا جماعه. بص كل واحد وذوقه، كل واحد وذوقه. انا طبعا عملتها كده، ورحنا جايبين حبه بديفور من عندنا، ورحنا حطيناها في النص كده من بتاع العيد. وجبنا كمان خوخ قطعناه، اي فاكهه تكون عندك حطيناه برضو على الوش. وبشرنا حبة شوكولاتة وحطيناها برضو على الوش. وايه رأيكم في الفيديو بتاعنا الجميل؟ تعالوا بقى لازم نطلع كده خرطة خرطة من التورتاية عشان نشوف الطبقات بتاعتها من جوه عاملة ايه وشكلها عامل ازاي. والله انا عيالي انبهروا بيها، عيالي مش كانوا شايفيننا واحنا بنعملها، وساعة ما شافوها مش كانوا مصدقين، بيقولوا لا انت جايباها يا ماما جاهزة من بره، والله عاملاها هنا. قالوا لا انت جايباها جاهزة من بره. يبقى يا رب الفيديو يكون الفيديو عجبكم، مش عجبكم، مش تنسوا لي تنسوا احلى لي احلى لايك لايك وسبسكرايب. وسبسكرايب.